صباحكم جميل يا حضرات. اهلا وسهلا بكم كل الابطال، ابطال مشتركينا الاعزاء في قناتنا وقناتكم ابطال وابطالات. طبعا لو انت حضرتك مش مشترك اشترك معانا وفعل زر الجرس، وان شاء الله تستجد كل جديد عندنا ان شاء الله. اتمنى الفيديو بتاعنا دوت يجيب 1000 لايك بدايه من يعني دلوقتي في خلال اول ساعتين النهارده، ونشوف ان شاء الله تعليقاتكم ورايكم ايه في ماتشات امبارح. بيراميدز مع المصري 3-2 اللي كان ماتش ناري، والزمالك وانبي الماتش اللي نتيجته هنقول ايه خادعه تماما. طبعا ماتش امبارح في ناس بتسال هو اسوريو بيعمل ايه؟ انا رايي اسوريو احسن واحد بيخترع كوره في الدوري المصري. مره يقول لك مانشستر السيتي، مره يقول لك ارسنال، مره يقول لك اللعيبه بتاعتي احسن جاهزيه في مصر، مره يقول لك المعسكر بتاعنا زي السيتي، معسكرنا طريق اسلوب لعبنا زي الارسنال. بيلعب كوره جديده ان هو بيخترعها، لا بيقتنع براي الناس اللي جنبه، ولا بيعمل حاجه غير ان هو بيشغل دماغه وبيعمل خطط تبوظ الدنيا اكتر ما هي بايظه. انا اهلاوي لكن بحترم نادي الزمالك، وصعبان عليا اللي كان الزمالك في السنه اللي فاتت بصراحه. كان شكل الزمالك السنه اللي فاتت وحش تماما، كونفدراليه، ابطال، كاس، دوري، كانت الدنيا بايظه السنه اللي فاتت. ماتش سموحه طبعا برضه نتيجه خادعه 5، وانا واحد من الناس، وكل ما هو موجود يعني في الميديا المصريه، كان سوشيال ميديا، ان كان فيس، ان كان واتس، ان كان تلفزيون، ان كان تحليل، كله اشاد بالزمالك وقال لك مدرسه الفن والهندسه رجعت من جديد. لكن السؤال الاكبر، المستوى بتاع الماتش اللي فات والماتش المستوى بتاع الماتش دوت ايه الفرق؟ هي نفس اللعيبه، هو نفس المدرب، هي نفس الاداره، ولا كان حماس اللعيبه واخدهم وسمعوا ان هم ياخدوا مكافئات او حاجه لعبوا كوره مثلا الماتش اللي فات، والماتش ده لا المكافئات ما نزلتش ما لعبوش. طبعا الزمالك في خلال سنتين من 26 اكتوبر 21 عام سنتين بالظبط ما فازش على انبي ولا ماتش. كان اخر ماتش ده كان 2-0 بتاع 26 اكتوبر. لفت مدار سنتين اتقابلوا 5 مواجهات، انبي كسب 3 وتعادلوا 2، يعني زي ما كسبش ولا ماتش، وانبي حط 7 اهداف ودخل فيه جونين. يعني حتى الزمالك حتى عارف يعني يساويهم بالاهداف ولا بالمباريات في خلال سنتين. مش هنقول عقده عشان عقده دي كلمه كبيره على فريق كبير زي نادي الزمالك، لكن الزمالك بقى عنده انبي خلال 5 ماتشات، انبي متفوق على الزمالك، تعادل وفوز. طبعا احنا مش عايزين نلخبط الدنيا، بس انا امبارح زي ما قلت في البث المباشر امبارح اللايف بتاع امبارح، تحس ان اسوريو بيلعب بلاي ستيشن. يعني واخد خطه بتاعت السيتي، عامل كوبي لخطه السيتي حطها في فرقه، بس فرقه بقى هو ايه مشكلها على مزاجه كده، فرقه كده لعيبه على قدها على الله حكايتها، لان فعلا في لعيبه في الزمالك على الله حكايتها. يعني انا مقتنع وجهه نظري الخاصه المتواضعه ان في لعيبه في الزمالك لا ترتقي ان هي تلعب في اهلي وزمالك، طبعا بدون ذكر اسماء. يعني انا امبارح عواد شال كورتين فيهم انفراد مباشر في الشوط الاولاني وانفراد مباشر في الشوط الثاني، الكورتين دول مع صبحي انا كنت عندي احساس 90% انه هيخش. كان في جونين مفيش كلام ان هم هيدخلوا امبارح. اوف الكوره اللي جابها احمد اوف دي، الكوره دي يعني ماركه عبد المنعم زي ما قلت في الشوط اللي كان امبارح، هدف يعني بطريقه عبد المنعم، مع ان الكوره دي اصلا ضربه جزاء. وهتلاقوا في الصوره المصغره للحلقه ان في الكوره دي عبد الغني شادد اوفا موقعه، يعني لو اوفا وقع يمين او شمال وما جابش الكوره دي ضربه جزاء ما فيش كلام. يعني حتى تدخل المدافع معاه اللي هو اصلا ما جابوش، يعني المدافع حب يعني يعطله ببلن، يعني شفت الذكاء الحاد، يعني حب يعطل اللاعب بدل ما يجيب جول جابها له بلن. وطبعا ضربه الجزاء بتاعت الزمالك مشكوك فيها، او يعني ما بينه وما بين او لا، والحمد لله زيزو جابها عشان برضو ايه يعني ملك ضربات الجزاء. زيزو جاب البلن عدل النتيجه، بس طبعا اوف خلص الدنيا. الزمالك بطل، عشان كده في برنامج ابطال وبطولات انا بجيب سيره الزمالك واتكلم عن الزمالك بطل. انا في رايي الشخصي الافريقيا رقم 1 ورقم 2 فيها اهلي وزمالك، مصر رقم اهلي وزمالك، العرب رقم 1 و2 اهلي وزمالك. سيبك من الدوري السعودي طفره وممكن يعني تجربه سنه واثنين وتقع، يا تستديم ويبقوا دوريات محترمه، يا اما يحسوا ان المنتخب بيقع اكتر فلانه معتمد على الاجانب وبيلعبوا بيهم والدوري بقى ممتاز. لكن المنتخب تحس ان هو في النازل، لان كل الاتجاه والاهتمام باللعيبه الاجانب مش المصريين. ف
لو حضرتك مش مشترك اشترك معانا وفعل زر الجرس، وان شاء الله تجد كل جديد ومفيد لحضرتك. دلوقتي الفكره فكره ايه؟ انا بدردش مع حضراتكم لان انا بحب استفيد، لان انا طبعا مع اخواتي واصحابي، يعني انا مش يوتيوبر، يعني انا راجل بدردش معاكم في الكوره. ابطال الابطال احنا بنتكلم عن ابطال الكوره يعني. دلوقتي الزمالك اللي عمله في ماتش امبارح ده، طبعا فوز بيراميدز طبعا ده شيء احنا عارفين ان المصري، يعني معانا المصري وعلي ماهر عامل صفقات كويسه جدا، وكان عامل معسكر في المغرب وحاجات كده، بس المفروض ان هو كان شد حلو عن كده شويه. بيراميدز طبعا ما حدش ينكر ان بيراميدز فريق جايب لعيبه كويسه وبيشكل كويس وبيلعب كويس وبيجيب اهداف، لكن فريق بلا جمهور ولا بطولات، وانا اتوقع ان هو مش هيبقى بطل في يوم من الايام يعني، ولا اتمناها، لان ده فريق كياد يعني كل همه انه يبوظ الفرق عشان ياخد لعيبتهم عشان يشكل فريق. وده طبعا شيء مش من اسس الرياضه ان انا اعمل فريق، اعمل جمهور، اعمل نتائج، اعمل تاريخ. هو بيراميدز اللي فقد الجمهور او المصداقيه او التاريخ او البطولات، ما عندوش اي حاجه تخليه يعني فريق محبوب من اللي حواليه. لانه في يعني عايز تتفرج على كوره حلوه اتفرج على اهلي وزمالك. اهلي وزمالك دي مفيش كلام فيها يعني. حتى الزمالك في اسوء حالاته الماتش اللي فات عمل ماتش عالمي، عمل ماتش كل الناس تتكلم عنه. نتكلم عن الاهلي واستعداداته. الاهلي سافر الحمد لله، حتى فيها في الصوره المصغره هتلاقوا الصوره اللي بعثه القهوه هناك. الحمد لله اللعيبه وصلت بالسلامه وبيجهزوا نفسهم ان شاء الله على ماتش بكره، وان شاء الله ربنا ما يجيب شر هيكون في بكره يعني رياكت كده، او هنتكلم زي ايه تغطيه كده للمباراه قبل المباراه وبعد المباراه ان شاء الله، وفي الشوطين كمان لو في احداث مهمه حصلت في الشوطين، وان شاء الله نستبشر خير الاهلي يجيب جون، لان الاهلي لو جاب جون هناك اتوقعها، الاهلي لو كان جاب جون هناك هم هيفتحوا طبعا ويحاولوا يهاجموا عشان الاهلي ما يهدفش معاهم، لان الجون بره باثنين، لو الاهلي حط جون هناك هيلخبطوا كل حساباتهم، هيخليهم يعني ايه بالبلدي كده بلغه الكوره هيهاجموا بغشوميه، هيفتحوا خطوط ويفتحوا ملاعب ويبقى فيه مساحات في خط الظهر عندهم. لو احنا قدرنا نقفل ونستغل المرتدات بتاعتنا دي ان شاء الله باذن الله تعالى ممكن نطلع الماتش 1-0 2-1 حاجه كده لينا. انا متوقع ان شاء الله 1-0 للاهلي او 2-1 للاهلي او 2-2 باذن الله تعالى، مش هنشيل نتائج يعني ان شاء الله سلبيه، وان شاء الله خير. وفي كلام ان في مشاركه ان شاء الله لندفيد هيكون في خطه كولر ان شاء الله ينزله. وفي خبر كويس ان محمد حمدي واحمد امين لعيبه انبي ان شاء الله جايين الاهلي في يناير او على نهايه الموسم بالكتير، مع في لعيب كمان مهاجم تحت السن الاهلي لغايه دلوقتي الاهلي متكتب على اسمه، بس احنا بنحاول نجيبه من اي مصادر، وان شاء الله خير. كان معاكم احمد زيكو على ابطال البطولات، وده فيديو صباحي قلنا بس ايه يعني نتناقش في موضوع الزمالك ونشوف يعني اللي حصل امبارح ده ايه. منتظرين تعليقاتكم واللايك بتاعكم، وان شاء الله تدعمونا دايما. صباحكم جميل، صباح البطولات. السلام عليكم.